اهلا بكم في اكلات ووصفات. هنعمل النهارده مهلبيه باللبن، ومهلبيه بشربات فيتراك. آه، اجمل شويه مهلبيه هتعمليهم معايا. الاول اللي هنعملها باللبن، كوبايه لبن، كوبايه ميه. عندك الكميه كلها، عايزه تعمليها لبن مفيش مشكله، عايزه تحط ربع لبن والتلات ارباع ميه عادي، النص ونص ماشي، اي حاجه الموجوده عندك اعملي بيشتغلي بيه. يعني ما هوش مقياس ان انت تعملي كله لبن او كده. معايا على الكيلو، يعني احنا عملنا نص لبن ونص مية، هنحط 4 معالق، 2 نشا و2 دقيق، و4 معالق سكر. مش هنكتر السكر عشان ما يبقاش سكريتها كتير. معايا اللي هعملها الحمرة دي بشربات فيتراك. ما عندكش شربات فيتراك اي لون طعام، ما عندكيش في بنجر. البنجر دلوقتي كتير، هاتيلك بنجرايه واغليها في كوبايه ميه وصفيها واعملي بيها، طعمها جميل له ريحه البنجر، انما اللون لونها تحفه. معايا برضو نفس اللي انا عملته، معايا 4 معالق، 2 دقيق و2 نشا، والسكر حط يا دوب بس معلقتين، لان الشربات الفيتراك بيبقى مسكر جدا، يعني بيبقى تركيز السكر فيه كتير جدا. وقلبها على البارد وبعد كده حطها على النار، سيبها ساعة ما تغلي وتعمل فقاقيع كده اعرفي انها استوت. وكانت لا هي جامدة اوي تقيلة يعني ولا خفيفة. واحنا في الشتاء بتسقع، يعني مسافة ما تسقع في الاطباق تبص تلاقيها جمدت، يتاكل منها على طول. يعني بعد ما تبرد على طول بيتاكل منها. البيضة اللي باللبن هحط عليها كيس فانيليا او اي روايح انت عايزاها، انما اللي بالفتراك دي هي ريحته فراولة، ريحتها جميل. معايا الاطباق موجودة، سواء بلاستيك سواء بيها النشا اللي انت عامل نشا واللي بالفتراك، ومن ده ماشي. عايزة تعملي طبقة بيضة على طبقة حمراء مفيش مشكلة، اي حاجة. المهم انك تعملي اي حاجة موجودة في البيت، تعملي صنف حلو في البيت لولادك في بيتك. وكانت خفيفة وسهلة وما كلفتش. وده كان فيديو النهاردة، واشوفكم في فيديو جديد.